سلام يا أحباب، وشهر مبارك مقدما وكل عام وأنتم بخير. وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا الأعوام القادمة والجميع بخير وبصحة وعافية. أقدم لكم في هذا الموضوع طرق سهلة لختم القرآن 8 مرات فأكثر في شهر رمضان وغيره من الأشهر، وحتى إذا كنت مشغول بأعمال كثيرة. أولا، قبل أن أبدأ تذكر أن الخشوع والعمل بالقرآن أهم من تكرار ختمه، وهذا كذلك لا ينقص من أهمية تكرار ختمه، لأن كلما قرأنا القرآن مرارا وتكرارا تمر علينا آيات نتفكر فيها أكثر من السابق، وكذلك تكرار ختم القرآن قد يساهم بشكل كبير في حفظه شيئا فشيئا. فلذلك تذكر أن تقرأ القرآن بخشوع، وبنفس الوقت حاول أن تختمه عدة مرات، وبنفس الوقت حاول أن تعمل به. خلونا الآن نبدأ بسرد الطرق لختم القرآن في رمضان بسهولة حتى وأن كنت مشغول بأعمال كثيرة. نفترض أنك تريد أن تختم القرآن 8 مرات في رمضان، فاتبع هذه الطريقة. أولا، تقرأ 20 صفحة من القرآن بعد كل صلاة أو قبل أي صلاة، خاصة صلاة المغرب، فأفضل قراءة القرآن في قبلها طوال الشهر. بيأخذ منك تقريبا نص ساعة فقط بعد أو قبل كل صلاة، وعند نهاية الشهر ستكون قد ختمت 5 أجزاء إن شاء الله. اعذرني، 5 ختم إن شاء الله. أوكي، وهنا لدي صورة توضح هذا الموضوع وباختصار. إذا تريد ختم القرآن مرة واحدة كما تشاهد تقرأ 4 صفحات، وإذا تريد مرتين أو 3 مرات أو 4 أو 5 مرات، إذا أردت 5 مرات 20 صفحة بعد كل صلاة أو قبلها. خلونا ننتقل إلى الخطوة الثانية. تستمع كل يوم لجزئين من القرآن الكريم عبر قائمة تشغيل سأضعها لكم في وصف الفيديو هذا. أوكي، كما تشاهدون هذه قائمة التشغيل، رابطها موجود بوصف الفيديو. هذه قائمة التشغيل متكونة من 30 جزء من أفضل تلاوات وأفضل أصوات الأفضل قراء وأشهرهم للقرآن الكريم. أوكي، لماذا تستمع القرآن؟ لأن الاستماع مهم، وذلك لتتعلم طريقة قراءة الآيات القرآنية بطريقة صحيحة، وكذلك تخشع مع بعض التلاوات الرائعة، وبهذا تكون قد ختمت القرآن 3 مرات بالاستماع، لأنه كل يوم تستمع إلى 3 أجزاء. اعذروني، أوكي، 3 أجزاء وليس جزئين. أوكي، هذا إذا أردت 8 أجزاء، وبهذا بيكون لديك 5 أجزاء عبر القراءة 20 صفحة بعد كل أو قبل كل صلاة، وبالإضافة إلى 3 أجزاء عبر الاستماع. إذن هذه قائمة التشغيل. وخلونا الآن نتحدث الآن إن إجمالي عدد المرات قلنا 8 ختم، يعني قرأتها 8 مرات القرآن. وبهذا أقول لك إذا كنت مشغول في عملك وأمور كثيرة لن تؤثر كثيرا تلك النصف ساعة بعد كل صلاة، وكذلك لن تؤثر عليه الساعة والنصف أو الساعتين من الليل لسماع جزئين من القرآن الكريم. ومع هذا كلنا مقصرون أكيد، يعني فليس أحد أفضل من الآخر، ولكن نحاول قدر الاستطاع وتكون همتنا عالية من بداية رمضان إن شاء الله، وليس شهر رمضان فقط إنما جميع الأشهر، يعني إن شاء الله نكون نختم القرآن قدر المستطاع. وقبل أن أختم موضوعي هذا، كل واستطاعته كل وظروفه، يمكنك تزيد أو تقلل حسب استطاعتك، ولكن حاول أن تمشي بنفس النظام وتزيد من عدد الصفحات بعد الصلاة، وتزيد من عدد الأجزاء في السماع. إذا كنت تريد تزيد عدد مرات ختم القرآن أكثر من 8 مرات. أما إذا فعلا لا تستطيع فيمكنك تقلل من عدد الصفحات والاستماع بالشكل الذي يناسب استطاعتك حتى تختم القرآن عدة مرات بنفس الطريقة، فقط بتقليل أو بالتكثير من عدد الصفحات قبل أو بعد كل صلاة. فهي أفضل وأسهل طريقة لختم القرآن عدة مرات بسهولة ودون تعب. فالخاتمة أشكر كل من تابع هذا الموضوع لأنه مهم، وأتمنى من الجميع مشاركته أو مشاركة فقط الفكرة والطرق التي سردتها لكم. أدعي الله أن يوفقنا بصيام رمضان، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويعتقنا من النار، وأن يفتح لنا أبواب رزقه الواسعة، ويجعلنا من الصالحين، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا. أتمنى لكم التوفيق في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.